مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذه الحلقه الجديده والمتجدده التي نسلط فيها الضوء على الاحداث المتعلقه بمنطقتنا المغاربيه. في البدايه دعونا نترحم على شهداء زلزال المغرب وفيضانات ليبيا، فرحم الله شهدائنا بكل من المغرب وليبيا، وشفى جرحانا في كل من المغرب وليبيا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما كتعرفوا الإخوان، النظام الجزائري العسكري، هاد المجرمين في الجزائر ما بغاوش يحشموا. هاد المجرمين في الجزائر ما بغاوش يخدموا الشعب ديالهم. هاد المجرمين في الجزائر ما بغاوش ينميو الشعب ديالهم، ينميو بلادهم، يديروا التنمية في بلادهم. الأموال والمليارات تذهب إلى خارج الجزائر. لماذا لا تستثمر هذه المليارات في الجزائر؟ لماذا لا تستثمر هذه الثروات لتنمية قدرات الشباب الجزائري؟ لماذا؟ علاش؟ البترول الجزائري تتحكم فيه الولايات المتحدة الأمريكية، الغاز الجزائري تتحكم فيه فرنسا، السياسة الداخلية والخارجية للجزائر تتحكم فيهم فرنسا، الميناءات والمطارات تتحكم فيهم الإمارات. ماذا بقي للجزائر؟ ماذا بقي للنظام الجزائري؟ بقي له المغرب. الشيء اللي باقي عند النظام الجزائري باقي عنده المغرب، أنه ينوض في الصباح يوجه السهام ديالو نحو المغرب. الإعلام المرتزق، الإعلام الفاشل، الإعلام الخبيث يوجه سهامه نحو المغرب. الهدف ديالهم من هذا الشيء كامل هم أنهم يدخلوا في حرب مع المغرب، يبينوا للعالم بأنهم سيهزمون المغرب وسينتصرون لشعبهم وسوف يظهرون قوة عضلاتهم، ولكنهم مخطئون. أنا في اعتقادي أنه مزيان ندخلوا في حرب مع الجزائر. علاش مزيان ندخلوا في حرب مع الجزائر؟ لأنه سنعيد الأمور كما كانت عليه. أولا سنعيد الأجزاء ديال المملكة المغربية بما فيها تندو في المناطق المجاورة، وثانيا سنعيد ببناء حلم الحسن الثاني رحم الله طيبه المغرب العربي، وثالثا سنعيد الشرعية إلى الشارع الجزائري، وأن يتم انتخاب رئيس مدني ديمقراطي. هذه اللولانية. دعونا الآن، علاش الجزائر باغيين حرب مع المغرب؟ علاش الجزائر خاصهم يدخلوا في حرب مع المغرب؟ وهذه الحرب سيهزمون فيها. كتقول لي علاش غينهزموا فيها؟ ماشي انا اللي كنقول غادي نهزموا فيها، محللون عسكريون سياسيون استراتيجيون جيوسياسيين كيحلوا كيقول لك بان دخول الجزائر مع المغرب في حرب هناك هزيمة كبيرة للجزائر مع المغرب. علاش؟ شاهدت الحرب مؤخرا مع أذربيجان وأرمينيا. أذربيجان سحقت أرمينيا، وهذه الحرب هذه كما كتعرفوا أنا كنت متبع هذه الحرب هذه، هي حرب كبيرة طويلة بزاف، يعني في السنوات. يعني هو أصلا صراع ديني قبل ما يكون صراع جغرافي. الصراع بين أرمينيا وأذربيجان هو صراع ديني قبل ما يكون صراع جغرافي أو صراع على الحدود. وأذربيجان فازت على أرمينيا، وأذربيجان مدعومة من تركيا ومدعومة من إسرائيل ومدعومة من الأمريكان، بينما أرمينيا مدعومة من فرنسا ومدعومة من روسيا ومدعومة من بعض الدول المسيحية كاليونان وإيطاليا. أنا أقول لكم هناك جانب ديني وهناك جانب جغرافي. فهناك بعض الدول لا يهمها الجانب الديني مثل إسرائيل مثلا وليبيا وتركيا، لا يهمها الجانب الديني بقدر ما يهمهم الأسلحة اللي غادي يعطيوها لأذربيجان باش يشوفوا الأسلحة ديالهم واش فعالة. واحد المجلة فوركس الأمريكية دارت واحد التقرير ودارت واحد المقارنة، قالت الحرب التي انتصرت فيها أذربيجان على أرمينيا ممكن أن نشاهد هذا السيناريو في المغرب العربي بين المغرب والجزائر. وقالت بأن أذربيجان تمتلك الأسلحة الإسرائيلية والأمريكية والتركية، والمغرب بدورها تمتلك الأسلحة الإسرائيلية والتركية والأمريكية. وقالت هناك هذه المجلة فوركس بأن الغالب الأساسي في حرب أذربيجان وأرمينيا كان هناك صواريخ هارب. هاد الصواريخ ديال الهارب هم موجودين عند المغرب، لأن مؤخرا اقتنتهم المغرب من إسرائيل، وهم صواريخ إسرائيلية. لماذا أقول لكم بأن إسرائيل تدعم أذربيجان؟ لأن إسرائيل تريد أن تجرب الأسلحة ديالها في حرب بين أرمينيا وأذربيجان. هاد الصواريخ هذه كانوا فتاكين، بينما أذربيجان كانت تمتلك صواريخ S-300 وهي صواريخ روسية. فالصواريخ الإسرائيلية طحنت الصواريخ الروسية. نفس الصواريخ الأرمينية S-300 موجودة عند الجزائر. هناك نوع من الطائرات كذلك. الطائرات عند الجزائر هي مستوردة من الصين، بينما الطائرات عند المغرب مستوردة من تركيا ومستوردة من إسرائيل.
وشاهدتم العمليات التي كانت تقوم بها تركيا ضد الأكراد وضد المهربين في سوريا وفي العراق، والطائرات الإسرائيلية كذلك التي استخدمت في الصحراء ضد البوليزاريو كانت لديها مردودية جميلة جدا. بينما السلاح الموجود عند الجزائر هي خردة روسية وصينية يمكن أن تستعمل ضد المغرب، لكنها لن تؤثر بشكل كبير على المغرب. بينما الأسلحة الموجودة عند المغرب هي أسلحة ثقيلة جدا، أسلحة أمريكية، أسلحة تركية، أسلحة إسرائيلية، وأسلحة فرنسية وبريطانية. يعني المصنع المغربي، المستودع المغربي من الأسلحة مستودع متنوع من الأسلحة، بينما المستودع ديال الأسلحة الجزائرية هو لديه مستودع رديء الجودة، الخردة الروسية. ونحن شاهدنا الخردة الروسية التي استعملت في الحرب الأوكرانية لم تعطي مفعولها. وكذلك هناك الطيارات بدون طيار الصينية التي تمتلكهم كذلك الجزائر. فهذه المجلة قالت بأنه من المنتظر أن تهزم الجزائر أمام المغرب، نظرا لأن المغرب تمتلك أسلحة ثقيلة وأن الجزائر تمتلك أسلحة ضعيفة من دولتين يعتبر الإنتاج ديالهم ديال صناعة الأسلحة ديال رديئة جدا. ولكن علاش الجزائر دائما كيلوحوا قضية الصحراويين وتقرير المصير؟ علاش الجزائريين كيهضروا على أنهم خاصهم يخلقوا دولة كيف ما كان الحال، خاصهم يخلقوا دولة في الجنوب المغربي، دولة جديدة ذات كيان جديد، ذات علم جديد، ذات مهم جمهورية جديدة موجودة في علاش؟ واش في الاعتقاد ديالكم بأن الجزائر فعلا كتدافع على تقرير الشعوب مصيرها وحرية الأفراد والكرامة والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان؟ واش في الاعتقاد ديالكم هذا هو الطرح التي تدافع عليه الجزائر؟ لا، ليس كذلك. لو كانت الجزائر فعلا تدافع عن الحرية والكرامة والعدالة وحقوق الإنسان لقدمتها لشعوبها. الشعب الجزائري شعب مقهور محقور، أصحاب الرأي في الجزائر موجودون في السجون، أصحاب الثورة الجزائرية موجودون في السجون، كل من خالف النظام العسكري الجزائري سيسجن أو يقتل. كل المعارضين الجزائريين موجودون خارج المغرب. بينما في المغرب، انظروا إلى المغرب، المعارضون للنظام المغربي للنظام الملكي المغربي موجودون داخل المغرب. أمينة حيدر التي كانت تدعي الانفصال كانت موجودة في المغرب ولا تزال موجودة في المغرب في مدينة العيون. ألا تعتقد بأن هذه الديمقراطية لدى المغرب أفضل من الديمقراطية الموجودة عند الجزائر؟ يمكن واحد في المغرب أنه يقول النظام المغربي نظام غير جيد، يمكن يقول الحكومة فاسدة، يمكن يقول الوزير فاسد، ولكن واش ممكن نشاهدوا هذا النوع ديال الخطاب في الجزائر؟ يقول النظام الجزائري فاسد، يخرج شي معارض في الجزائر يقول النظام الجزائري فاسد أو وزير الفلاني فاسد، الله حتى يعبيو باباه الحبس، حتى يعبيو باباه الحبس ويطمروه قبل ما يعرفوا الخبر ديالو. وبالتالي نحن الآن أمام واحد العصابة اللي كتحكم واحد الشعب واللي شد عليهم في القفوزة. مجموعة الناس الجزائريين، الشعب الجزائري الآن كأنه في القفز، يتكلم كما بغى النظام الجزائري ويخرج وقتاش ما بغى النظام الجزائري. يعني أسلوب رهيب للترهيب، القمع، منظمات إرهابية اللي اجتمعت في الساحل الصحراء الجزائرية لتحت، منظمات بمختلف الأشكال ديالها كتهدد الاستقرار ديال المنطقة وكتهدد الأمن والسلم ديال المنطقة. إذا النظام الجزائري العسكري يتغذى من الأزمات، خصكم تعرفوا هذه القضية وما تدوخوكمش يقولوا لكم بأنهم كيهضروا على التنمية والازدهار وحقوق الإنسان أنهم فعلا عندهم حقوق الإنسان. ليس لديهم حقوق الإنسان بالشكل، بمقارنة مع المغرب راه خصهم بزاف باش يوصلوا لحقوق الإنسان. أنا في المغرب انتقد منتخب وننتقد العامل وننتقد وزير وننتقد رئيس الحكومة ونشتم رئيس الحكومة المغربية فهمتي، وننتقد حتى النظام الملكي أنه إذا دار شي سياسة ماشي هذاك ننتقدو، ولكن ما غاديش يتسجن، ما غاديش يتم نفيه. مجموعة من المنتقدين النظام في المغرب، واش تم النفي ديالهم؟ واش تم القتل ديالهم؟ إلا من تجاوز حدوده. طبعا هناك أوراق، هناك خطوط حمراء يجب ألا تجتازها. أنت ما كتفتح دقمك بحال هكا، ما يمكنش
إذا خصك تكون كننتقد انتقاد بناء. وهذا هذا الشيء الذي لا يوجد في الجزائر. الجزائر الآن حرم الشعوب ديالها من الحرية في التعبير، من الحرية في التجويل، من الحرية في الاختيار، من الحرية في بزاف الأمور، وكتجي وكتهجم على المغرب من كل فج عامر. وبالتالي في الاعتقاد ديالي أنا ما كرهناش ندخلوا في حرب مع الجزائر، نصفيوها سيدي هذه المعمعة، نصفيوها بالسلاح. هذا هو الشكل النهائي لهذا الصراع. هذا الصراع ما يمكنلوش يستمر خطر من هذا الشيء هذا. ما ننتظروش تجي الأمم المتحدة باش تعطينا الحق ديالنا اللي هو حق مقدس، هي جزء من المملكة المغربية. لا، إسرائيل ملي مشات لفلسطين ما انتظرتش الأمم المتحدة، لا، اخترقت البنود ديال الأمم المتحدة وتوسعات. راه دات الجولان السورية، والآن تطمع في سيناء المصرية، وغادي تدي سيناء المصرية. إسرائيل ستأخذ سيناء المصرية لأنها لا تمتثل للأوامر الأممية. حنا كذلك ما نبقاوش نستناو الأمم المتحدة باش تقول لنا ودي الصحراء المغربية. هذا ليس حلا. اللي عنده القوة هو كيحكم، اللي عنده العدد والأصدقاء والزملاء ديالو في العالم هو اللي كيكون عنده ورقة رابحة. والمغرب ولله الحمد الشركاء ديالو متعددين، سواء في القارة الأوروبية، سواء في القارة الإفريقية، سواء في القارة الأمريكية، سواء في القارة الآسيوية، وهذا لصالح المغرب. هذا لصالح المغرب. هنا كما قلت لكم في البداية هو مناسبة من أجل استرجاع المناطق المنهوبة التي نهبها الاستعمار الفرنسي، الاستعمار البلطجي الذي تدخل في شؤون الدول الإفريقية وسياستها. مشاهدينا الكرام، إلى هنا أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.